دبس الرمان في السوبر ماركت غالي، الازازه منه قد كده بالشيء الفلاني. طب على ايه انا اشتري جاهز وفي مواد حافظه ومش ضامناه معمول ازاي؟ الرمان كتير في السوق دلوقتي وسعره كويس، ويلا نعمل منه كميه حلوه تنفع معانا طول السنه، هتكفينا وبمقادير وبمكونات يعني سهله وبسيطه جدا وما فيهاش مواد حافظه. انا كده فصصت الرمان، خدت منه الحبوب الرمان دي على الميزان، كيلو حبوب الرمان كده. طبعا انا هطحنها في الكبه دلوقتي، عندك خلاط اشتغلي بيه مفيش مشكله. المهم ان انت تنعميه وتطحني على قد ما تقدري فيه من غير ميه ولا سوائل خالص. بعد ما ضربته كويس في الكبه هاخده اصفيه بالمصفى دي. الخروم بتاعتها مش واسعه قوي يعني، المهم انها تحجز لي البذور بتاعه الرمان، وهرجع اصفيه تاني بمصفى سلك الخروم بتاعتها اصغر شويه عشان برضو تحجز اي بذور صغيره تكون نزلت. لو عندك شاشه نظيفه تقدري تعملي بيها طرحه قديمه اللي موجوده عندك تصفيه بيه، مهم تشيلي تحجزي اي بذور تنزل فيه. حطيناه على النار في حله في كزرولة، اي حاجه انت هتشتغلي بيها وعلى قد الكميه اللي هتعمليها. النار عاليه في الاول، اول لما تظهر الريمه افضل اشيلها، لازم نشيل الريمه دي كل ما تظهر. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كل ما تغلي كده نروح ايه شايلين من عليها الريم. بعد كده هوطي عليها النار قوي لما تبطل الريمه دي تظهر زي ما انتوا شايفين. بعد كده هعصر بقى حوالي كده مع يعني ربع كوبايه عصير ليمون او مع ليمونتين. اقلبهم كويس كده واوطي عليهم النار واسيبهم مع نفسهم يغلي كويس قوي قوي لما يغلي ويقصر. ويبقى الكميه اللي انت حطاها اي كميه إن كانت توصل لربع الكميه. بعد كده انا شلته من على النار، ما حطيتش العسل الاسود في الاول وهو بيغلي عشان ما يكرملش ويسكر بعد كده. انا شلته من على النار، بردته حاجة بسيطة ورحت حطاله معلقتين من العسل الأسود. هيتقله وهيديله يعني طعم حلو كده، ويعني هيبقى أحسن وأنضف من اللي بنشتريه من السوبر ماركت مليون مرة. هرجعه تاني على النار دقيقتين اتنين بالظبط، بعد كده هشيله وهصفيه بقى كده في البولة. بصوا اداني كده حوالي نص كيلو من دبس الرمان من غير مواد حافظة، وجميل جدا ولسه لما هيقعد هيتقل. كمان عن كده لو لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك يا حبايبي، فضلا وليس امرا اعملوا لي لايك واشتراك في القناة. اخواننا اللي لسه داخلين جديد في القناة اعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا دوسوا على كلمة على الجرس وفعلوا كلمة الكل عشان خاطر تجيلكوا اي حاجة جديدة انزلها توصل لكم. جربوا قولوا لي رأيكم. مع السلامة.